انقلابات فوق الأراضي التونسية والجزائرية، وجيل زاد يهدد قيس سعيد وعبد المجيد التبون، ولكن قيس سعيد هو اللي بدا هذه الحرب مع جيل زاد، وبدا تيهدد فيهم. اما الكابرانات خرجوا مدرعات، خرجوا الجيش الجزائري انتشر في شوارع الجزائر باش يحاربوا جيل زاد. نعم، الجزائر تعيش انقلاب وتونس تعيش انقلاب. تفاصيل وحقائق صادمه في هذه الحلقه ديال اليوم، كنتمناكم انكم تتبعوا الحلقه حتى الاخر لانكم غتسمعوا فيها اشياء اللي جد صادمه. غادي نتكلموا عن الانقلاب اللي غادي يكون في تونس والانقلاب اللي كاين في الجزائر. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقه الاولى ديال اليوم اللي كنتمناها تلقاكم في صحه جيده والامور ديالكم مزيان. حقائق واشياء اللي غادي تسمعوا في هذه الحلقه صادمه وصادمه جدا. غادي نتكلموا على انقلاب فوق الاراضي الجزائريه وانقلاب فوق الاراضي التونسيه. نعم، جيل زاد صبح تيهدد الكابرانات وتيهدد قيس سعيد، ولكن الكابرانات وقيس سعيد هما اللي دخلوا راسهم في هذه القضيه، لانهم هما مخطط واحد، جيش واحد، افكار وحده، قمع واحد، ديكتاتوريه وحده. صراحه قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هذه الحلقه الاولى ديال اليوم، اولا كنشكركم على لي لايك ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، على التشجيع ديالكم القناه معلومه كل يوم. شكرا بزاف بزاف بزاف. والاخوان بلا ما نطولوا باش الحلقه ما تدوش ممله، ونمشيو نتكلموا عن الانقلاب الاول اللي كاين فوق الاراضي الجزائريه. نعم، الجزائر تعيش انقلاب عسكري وانقلاب سياسي، وأكبر دليل هو هروب ناصر الجن. ناصر الجن أتباعه أصدقائه مازال كاينين فوق الأراضي الجزائرية، وأكبر دليل آخر هو كاين انقسامات في صفوف الجيش الجزائري. نعم، هناك مجموعات مسلحة تهدد الكابرانات، وأكبر دليل آخر هو أن مرتزقة عصابة البوليزاريو لا زالت كتخطف عباد الله من فوق الأراضي الجزائرية. والخطير في الأمر أن هناك أجانب، نعم أجانب اللي مازال مخطوفين. الجيش الجزائري ما قدرش أنه يوصل لهم، لأن الجيش الجزائري راد البال من المجموعات المسلحة واللي كنعرفوها واللي صبح تعرفها الجميع: أبناء الشهداء، الضباط الأحرار، الجيش الحر. نعم، هذو ثلاثه ديال المجموعات مسلحه. لا زالت غادي نبانو نشوفوا في الايام المقبله مجموعات اخرى اللي مسلحه، لان هروب ناصر الجن الرجل الثاني بالجزائر، هذا الشخص الذي كان مكلف بالمخابرات الجزائريه ومكلف بالجيش الجزائري، يعني كيعرف الخبايا ديال الجيش الجزائري، وعنده اصدقاء ديالو وعنده اتباع ديالو فوق الاراضي الجزائريه. يعني ما غاديش نسمعوا ملي غنبداو نسمعوا ثاني مجموعه مسلحه تابعه لناصر الجن، لان هناك انقسامات في صفوف الجيش. هنا نتكلم رسميا على انقلاب عسكري فوق الاراضي الجزائريه، واكبر دليل هما هذه المجموعات المسلحه وهروب ناصر الجن. تصور ان الرجل الثاني كيركب في قوارب الموت، قوارب الموت، ويتجه الى اسبانيا وتيطلب اللجوء. هذه اشياء اللي جد صادمه. نعم، المؤسسات فوق الاراضي الجزائريه ما بقاو فاهمين والو، بعد الوظائف ما بقاش كيوصلهم الصالير. تصور انسان خدام او ما كيتخلصش، لان دوك المسؤولين في الجزائر ولاو مرونين. لان شوف، ملي يولي جينيرال، اخوان ايماجينيو معايا مزيان، ما كرهتكمش تغمضوا عينيكم في هذه اللقطه وتصوروا ان الرجل الثاني عنده فيلا، عنده الخدامه، عنده البيسين، واكل شارب، رغم انه تيخرج يشوف الطوابير في شوارع الجزائر، حاكم بهذه اللغه، عنده السلطه. هو الرجل الثاني بعد شنقريها، عنده كل شيء، جواز السفر، عنده الطيار، عنده كل شيء. واحد النهار تولى لاقي راسو انه غادي يتغتال، غيلقى راسو غادي يموت في حبس وسط الجزائر. يعني هنا بدا تيكتشف بان تما كاينين مجموعات، وبان الكابرانات عرفوه بانه حتى هو عنده اصدقاء ديالو، عنده جنرالات اخرين صحابو، عنده ضباط، عنده جنود، يعني حتى هو قاني على الغاز والبترول. هنا ملي تيقول لك، كيقول واحد المثل المغربي تيقول لك المال السايب كيعلم الشفره، وهذا الشيء اللي واقع في الجزائر. الغاز، البترول، هذا تيشفر، الاخر تيشفر، تولوا انقسامات، وهذه الانقسامات عطاتنا انقلاب عسكري. والانقلاب العسكري الاخوان راه ماشي ضروري ان الجيش يتحيد من مره، ولكن كتبدا تشاهد انقسامات، وهذه الانقسامات عطاتنا دليل كبير. ونزلنا فيديوهات، لا نتكلم من فراغ، نحن في قناه معلومه كل يوم نتكلم بالادله وبالصور وبالفيديوهات. نزلنا فيديوهات الوقيته اللي كنت كنبان انا صوت وصوره، نزلت فيديوهات
ديال الجيش الحر داخل في الشبكات مع الجيش ديال شنقريحة من منطقة الصفر. والجيش الحر أكبر دليل في الصفحة ديالهم الرسمية على منصة إكس يؤكدون هناك انقلاب عسكري، وتيتبناو العديد من الانفجارات فوق الأراضي الجزائرية، وكينزلوا فيديوهات على الصفحة الرسمية ديالهم من شوارع الجزائر تيدخلوا في الشبكات مع الجيش ديال شنقريحة. وهنا نتكلم على الجزائر تعيش انقلاب، وهذا الانقلاب غادي بالكابرانات إلى الهاوية، ونهاية العصابة الحاكمة بالجزائر باتت على الأبواب. وأكبر دليل آخر أن الجيش الجزائري ما بقاش قادر يسيطر على الوضع، وزائد أن جيل زيد خلى الكابرانات بلا نعاس. ملي بدا جيل زيد بالجزائر أنه كيتكلم على المظاهرات، وبدينا كنشاهدوا بعض المظاهرات في بعض المدن، وشاهدنا الحمله ديال الاعتقالات من ديك الساعه ليومنا هذا. وفي هذه الحلقه اللي كنصوروا فيها لا زال الجيش منتصر، المخابرات منتصره، الاسلحه منتصره. يعني الكابرانات الرعب اللي ولاو عايشينه من جيل زيد خلاهم انهم ولاو مرونين. وبلا ما نتكلموا على الحراك الشعبي، الحراك الشعبي بالجزائر يؤكد انقلاب. وشاهدنا صور ديال الحراك الشعبي هازي لافتات يقول لك يسقط النظام. يعني هذه الكلمات كلمات جد خطيرة. هذه اللافتات تؤكد بأن الحراك الشعبي يؤكد أن الجزائر تعيش انقلاب. هادو أكبر أدلة كانوا في هذا الجزء الأول على الانقلاب اللي كاين فوق الأراضي الجزائرية. دابا غادي ندوزو إلى الموضوع الثاني، تونس وما أدراك ما تونس. تونس الخضراء مع قيس سعيد أصبحت تونس الكحلاء الزحلاء بنادم ما بقى لاقي ما ياكل. هذه ما بقى لاقي ما ياكل، هذه مسألة ولات عادية، والطوابير في تونس ولات عادية. الأخطر من هذه هي أن الناس ديال مدينة قابس لحد الساعة وحنا كنتكلموا كاينين وليدات كبار وليدات صغار وعيالات كبار ورجال كيتخنقوا، تيبداو يتمشاو في شوارع مدينة قابس. اللي مسكين باغي يمشي يقرا ولا اللي باغي يمشي يخدم تيتمشى في الشوارع وتيتخنق، لان الجو ملوث. لان كاينه واحد المنطقه سموها الناس ديال مدينه قابس بمنطقه الموت. نعم، امراض خطيره، الناس ولاو كيتصابوا بامراض اللي جد خطيره والعلاج ديالها صعيب وصعيب جدا. المستشفيات عامره. الشعب التونسي وأحرار تونس يؤكدون أن تونس تعيش انقلاب. هزوا لافتات، خرجوا في العديد من المسيرات ويتكلمون، يقول لك سقوط قيس سعيد، نريد اسقاط هذه العصابه او هذا الشخص الديكتاتور. يعني الشعب التونسي كيقول لك نعيش انقلاب، واكبر انقلاب هو ان قيس سعيد انقلب على الشرعيه. وهذه الاعتقالات اللي كاينه فوق الاراضي التونسيه اكبر دليل بان تونس تعيش انقلاب. والعديد من المؤسسات بتونس ما بقاوش باغين يخدموا بالدستور والقانون اللي منزلوا قيس سعيد. واكبر دليل هو الاضراب اللي كان عام بمدينه قابس. سيدي بوزيد كان السبب في سقوط بن علي، ولكن مدينة قابس ستكون سقوط لقيس سعيد. وجيل زاد بتونس أصبح يهدد قيس سعيد، لأن قيس سعيد هو اللي وجه لهم الخطاب وبدأ يهدد فيهم. صراحة كانت هذه حلقة أولى ديال اليوم، حلقة مثيرة ومليئة بالإثارة. كنقول أي شخص اللي باقي ما خلاش لايك يخلينا لايك، واللي باقي ما خلاش كومونتير يخلينا كومونتير. وغادي نقول لكم كان معكم خوكم ولا الابن ديالكم حمزة، صاحب قناة معلومة كل يوم، وتنضرب لكم موعد في حلقات قادمة بمعلومات جديدة، وإلى اللقاء.